عمرك فكرت ان انت تقدر تعمل فريق كامل متكامل في لعبة اي فوتبول موبايل من غير ولا شحنة واحدة، كله بلعبك وبأحداثك يا باشا، وكمان تقدر تنافس اللعيبة اللي بتشحنوا فريقها عالمي مليان بالنجوم واللعيبة الأسطورية وتهزمهم وتعرف تعمل معاهم أداء كويس؟ النهاردة في الفيديو ده يا باشا هنلعب بالفريق بتاعي اللي انا قعدت طول عمري العب بيه بدون ولا شحنة يا باشا، كله بتاعي وكله يا باشا بالأحداث ضد فريق قوي مليان بالإيبكات، وكمان اللي بيلعب بيه محترف بيلعب من فترة طويلة. فيلا بينا نشوف الموضوع ده. اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا باشا في لعبه اي فوتبول موبايل. النهارده يا باشا جايين نكشف الحقيقه، شوف هل الكلام ده صح ولا غلط. اول حاجه بص على تشكيلتي، تشكيله يعني متواضعه متهالكه في السمبل منه، تشكيله هاديه، تشكيله يعني تمشي حالها، الدنيا ماشيه معانا برضه. نستعرض تشكيلتي. اول حاجه راس الحربه فان نيستلروي، على اليمين ميسي وعلى الشمال امبابي، تحتيه على طول ريفالدو، بعد كده على تحت يا باشا ماكاليستر، وعلى اليمين وعلى الشمال رودري، وتخش يا باشا تحت على اليمين بين وايت، وعلى الشمال هيرنانديز. يا باشا في النص يا باشا فاران وديليخت، وفي الحارس إليسون. هو ده الفريق بتاعنا، فريق متواضع جدا. دلوقتي هنشوف الفريق اللي ضدنا، والفريق بتاعنا يا باشا هيلعب ضد التشكيله اللي قصادها دي، تشكيله عالميه مليئه بالنجوم الاسطوريه، ليست هي الافضل ولكنها الانسب يا باشا. هو ده الفريق اللي هنلعب ضده النهارده، فريق عالمي، فريق اسطوري يعرف نلعب فيه. طبعا في لعيبه حلوين كده، وان شاء الله هنغلبهم وندوس عليهم يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله. فاهم انت؟ عشان مش عايزين نقول فيها، فاهم انت؟ في الاخر نلبس بس يعني ان شاء الله. دخلنا على الماتش على طول. طبعا ده التحديث الجديد، عاملين شغل عالي الصراحه. نخش برضو نلبسه لبس ابيض عشان فاهم انت؟ نلبس احنا احمر، انا نظر عليه. يلبس هو الابيض واحنا نلبس الاحمر. اختار كرة حلوه كده. اختار اختار كرة اختار لوجة الليجا الاساسيه، وده الشكل النهائي. احنا الاحمر ونلبس هو الابيض. طبعا احنا ناظر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يستر برضه في نفس الوقت، لانك انت نسيت ما اقول لكم اللي انا اللي بلعبه ده زياد، اللي احنا المره اللي فاتت ادينا له على دماغه 4، فهو داخل فاهم انت؟ عايز ياخد حقه، فاهم انت؟ قدام الناس ويقول لك اللي انا برضه انا هنا وموجود، فاهم انت؟ الشغل الحاجه دي. بس طبعا احنا مش هنديله فرصه، ان شاء الله لو ادينا له فرصه مش هنخلص من التحفيل. فهنعمل كده ونعمل كده ونجري الواد السلطه ده، وفعلا سلطه طلع شغال يلعب له. ربنا ستر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنسله اللي جابك هنا، كنسله كرويف. الحمد لله الحمد لله إليسون. الحمد لله. بدايه غير موفقه. اتفرج، واحنا فريق بيتعامل مع الركنيات، افضل فريق يتعامل مع الركنيات، فاهم انت؟ بيتمركز صح، فاهم انت؟ شغل عالي. انا عارف انا بقول لك شفت انا جاي لك. الحمد لله ربنا ستر. بس ارجع يا حمار يا خنزير، ارجع يا خنزير. الحمد لله الحمد لله. بص هو احنا طبعا من استراتيجياتي اللي انا شغال عليها، لا بسيب الخصم يلعب براحتك يا باشا، بس في الاخر اللي ينفذ. فاهم انت؟ لا لازم تكون عندك برضو رحابة الصدر دي، عشان برضو تعرف تفوز وتعرف تعمل الاداء اللي انا هعمله دلوقتي. حط يا باشا، حط الكوره وودى ميسي، روح يا ميسي، روح ميسي، وودى الناحيه الثانيه. يا ميسي يا ميسي، ارزع يا ابن اللعيبه. هو ده الكلام. ابدا كده سخن كده نبتدي. انا بقول لك بيسيبهم يسخنوا، يعملوا استعباطين، فاهم؟ لكن الاساس برضو ما تعلاش عن الحاجه. طبعا لعب حلوه ميسي. اركن يا ابن اللعيبه. وريني الكره بتتلعب ازاي. الكره فن وهندسه مش لعبه. لا احتفل يا ميسي. وريني واحده كده. ايوه يلا اهلا وسهلا. يلا غني. جيب يمين، جيب شمال، جيب يمين. ايوه بص فالنيرس افضل عبيط. يا فران ازاي جريتوا سبتوا؟ يا فران. عشان يحتفل دلوقتي برضه. احتفالي احسن طبعا بكتير. ما عرفش يحتفل اساسا، مش عارف انا الناس ما بتعرفش تحتفل دي. ميسي يا ابن اللعيبه. حلو كده كرة. انا احب كده. انا بس كنت سايبه يسخن عليا. ماكاليستر حلوه ميسي. ارزع. انا شكلي هنزل صلاح. هو صلاح بتاع الحوارات، هو صلاح اللي بعرف له. صلاح يا عم اللي بعرف له، الراجل تبعنا وبنعرف له يا ابن اللعيبه. يا ميسي لو جات حلوه جر الميسي. هات الجوت. حط ميسي. خلاص الجوله راحت لميسي، وكمان انفراد. فالجوله جوه الجون يا باشا، جوه الجون. مش هنتاخر كتير ومش هنقول كلام كتير. ميسي يا باشا هو الاسطوره بتاعتنا. ايوه الماك مظبط الدنيا. بس الماك فاهم انت؟ لو يظبط الدنيا بكمان في بازاته الماك. طبعا ماك اليستر، يعني ماك بعديها اليستر على طول، عشان هو ما بيزعل من فاهم انت من الاختصارات وكده، عشان هو بيقول لك اسمي اتقال كله. طبعا هو صاحبي، ف
هنشتم براحتنا بقى، فاهم انت؟ حلوه ده، حلوه كيليان، حلوه. حط يا ابن العبيطه. اهو اتفرج يا عم، اتفرج يا عم على الشلل يا عم. ما لو كان جاب التالت ما كناش سمعنا حسه. ماشي كل حاجه مسجله في السجلات. الشوط الاول يخلص بانفراد، المفروض كان يتخلص. الماتش كان حلو الشوط الاول 2-2 لعبنا فيه حلو. نزل لي يا بس ابو صلاح، نزل لي كده ابو صلاح جه يروق عليهم في الجنب اليمين، يروق عليهم. انا بعني الكلمه بالحرف، هيروق عليهم. حلوه دي لعب التغيير، لعب من امبابي. لا ليك دي يا امبابي، ليك دي يا امبابي، ليك دي يا امبابي، ليك دي يا امبابي، يا امبابي. حط الجون، حط الجون، حط الجون، حط الجون، حط الجون، حط الجون. هنقعد بقى نهبل في الكوره بقى، هنقعد نهبل في الكوره اهو. اتفضل يا عم، هبل في الكوره واداله اوت. حلو، حط الجون الرابع علشان يبقى 4. حط الجون الرابع عشان فاهم انت خلاص. عشان كده ننهي على الموضوع، وننهي على الجدل اللي حاصل الايام دي. فاهم انت؟ في جدل حاصل الايام دي ان ايه، وشعاب بتطلع عليا، فاهم انت؟ لا اللي انا خلاص ايه راحت عليا، ولا لا ما راحتش عليا، احنا لسه بنبتديها. ايوه معايا فريق لسه بالبتنجانه. لا يا باشا نقدر النهارده اوثق لكم ان انتوا تقدروا تعملوا كل حاجه. معاك فريق معكش فريق، اهم حاجه اللعب، واهم حاجه ان انت تكون ايه، راجل مش مسرف وما بتصرفش في اي حاجه، فاهم انت؟ ولازم تكون راجل محترف اللعبه وتعرف تلعب اللي انا بعمله ده، وتعرف تعمل بصلاح كده، وتعرف تحط الخامس في الدقيقه 66 ولسه الماتش ما خلصش. لسه يا باشا في فضايح، في جرس، في كل اللي هيحصل، كل الجلاب وكل الحلويات دي هتحصل النهارده. حلوه ابو صلاح، حلوه رحله ابو صلاح. الجون اللي كنت بقول لكم عليه من ابو صلاح ما جاش. يا سلام لو جه من فان ريستروي. ابتدينا الكوسه. اصل فاهم انت؟ دي الكوسه اللي الكره بتاعتي دي تضيع وهو يروح يجيب الجول. كوسه معروفه في ايه، في عالم كره القدم، ان الكره ما بتديش كل حاجه. لا اهو ابتدينا بقى التحكيم هي واضحه. التحكيم لما بيكون محتاج حد يفوز بيحكم له، مش محتاجه حاجه يعني. اهو بص الحارس بتاعي بيعمل ايه. بص يا عم اهو اتفرج. تعال يا عم، تعال نوريك ايه ساديو ماني بيعمل ايه. ما عملش حاجه ساديو ماني، ما عملش زفت وطينه على دماغه ساديو ماني. ماكاليستر ولا مين ده؟ يميل ابو صلاح. جرى ابو صلاح والنبي يا صلاح. ده منزلك عشانك انت يا صلاح، عشان انت تنقذني يا صلاح، مش تكون الكابوس ليا يا ابو صلاح. لا احتفل يا ابو صلاح، انت تحتفل ليه كده يا زياد؟ ماشي. لا راح فين انا عايزك تجمد كده. لا اجمد كده وما ايوه لا اجمد. زياد بقى هتجرفنا بقى ولا ايه؟ غلطه ضيع في الام فرص فاضيه اهو. مبابي بص، مبابي هيرجع من موته بسببك اهو. الحمد لله ما رجعش، إليسون لحقه قبل ما يرجع. حلوه بيلي ده انا اديتك الفرصه وقلت راجل مدريدي مننا فينا كده هيروج على الدنيا. فالناس يلا يخرب بيتك، ضيعت فرصة السابع. يلا بقى عوض اللي انت نيلته ب60 نيلة اللي انت من شوية ده. ما بيعوضش، بينيل اكتر من التاني، لكن المباراة تخلص يا باشا 6-4 ويثبت لك حاجة بسيطة بلعبك. انت راجل لعيب هتعرف تفوز. هتقول لي تشكيلة ومش تشكيلة، الكلام ده ما ينفعش معانا هنا. طبعا سيدنا 16 كورة. نفد منيهم ال 16 جون. كانوا يبقوا 16 جون دلوقتي. والله نعمل ايه؟ خلاص زمن. سايبك براحتك، انا سايبك هتحرق دمك كل شويه. انا بقول لك انا راجل بتاع ربنا وبصلي دلوقتي، واخد بالك، وما باذيش حد. انا راجل مش شاحن وفريقي كمان ضعيف وبفوز. لا الدنيا دي محتاجه تاني. وكمان اليوتيوب بيقول لك اللي انت محتاج تاني، وبيقول لك ان الفيديو اللي على اليمين ده والفيديو اللي على الشمال ده والقناه الاسطوريه اللي في النص دي محتاج اللي انت تشاهدهم بدقه وتتفرج على الفيديو ده يا باشا.